السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة هيكون فلوج كده برا البيت. هنخرج ونغير جو، لان الفترة اللي فاتت انس كان طول الوقت يزن على بابا: يا بابا خرجني، يا بابا طلعني. فكانت ايام بقى امتحانات وكده، والحمد لله الفترة دي عدت على خير واحنا اجازة دلوقتي. والفيديو ده يا جماعة متصور بقاله فترة، يعني 10 ايام تقريبا، كان قبل العيد بكتير. آم، فتعالى اوريكم بقى رايحين فين وهنعمل ايه. اليوم ده اصلا انا كنت تعبانه فيه جدا جدا جدا، لا عملت غدا ولا عملت اي حاجه في البيت. فمحمد بما اني كنت تعبانه فقال لي خلاص ما تعمليش اي حاجه. كنت قايمه بقى اعمل لهم كعشاء، فقال لي لا ما تعمليش حاجه وتعالي ايه اطلعكم عشان استاذ انس زعلان. فزي ما انتم شايفين هو منكشح ومبسوط قوي ان هو خارج يعني. فقال لي هوديكوا، يعني المكان ده جنب البيت في اكتوبر، يعتبر شاطئ النخيل في 21، قبل 21 في اكتوبر يعني. فقال لي تعالي نروح هناك لان الوقت كان متأخر، يعني كنا بعد المغرب كده. فقال لي نروح مكان قريب من البيت عشان لو سهرنا او قعدنا والوقت اتأخر نروح عادي براحتنا في اي وقت جنب البيت على طول. تمام. هتلاحظوا كمان اللي نازل لابس شبشب، يعني مش مش لابسين لبس خروج قوي يعني. فكل واحد ايه واخد راحته، اللي لابس شبشب واللي لابس لبس البيت بنطلون البيت وكده يعني، لان المكان جنب البيت على طول. تمام. فبس نزلنا كده. عايزه اقول لكم الاسعار هنا حلوه قوي في شاطئ النخيل. اسعار اللبس رخيصه، وفي حاجات كتير رخيصه وفي حاجات برضو بتبقى غاليه. زي ما انتوا شايفين بتلاقي حاجات ب55 وحاجات ب50، حاجات ب100، حاجات ب65، ب85 كده يعني. بس عايزة اقول لكم مش حاجات يعني ماركات او حاجات خامة وكده، لأ. برضو في حاجات ما بتبقاش غسيل ولبس، يعني انا جربت قبل كده جبت كذا مرة حاجات من هنا يا دوبك غسلة والتانية والتالتة تبصي تلاقي لا الحاجة باظت، التيشيرت مثلا او كده. اسعار الحاجة يعني بتبقى رخيصة. بس في حاجات برضو بتبقى حلوة، خاماتها جميلة يعني. بس فبنتمشى بقى في المكان ده لان ممنوع عربيات تخش هنا، فبناخدها مشي كده لحد ما ندخل للشاطئ جوه. في بحر طبعا هنا، بس ايه احنا ما بنحبش ننزل البحر بتاع شاطئ النخيل ده لاني غريق، يعني كذا حد مات فيه وقفلوا الشاطئ دوت لسنين. وبعد كده هو اتفتح تقريبا الفترة دي، ففي ناس كتير قوي بتيجي بتصيف فيه. بس احنا بنيجي نقعد في الكافيتريات نقعد نغير جو، البحر قدامك وشوية هوا كده حلوين بناخدهم. في بقى حاجات ترفيهية للأولاد، عجل وفي مراجيح وفي حاجات كتير يعني في المكان. في مطاعم، كذا مطعم موجود. في كافيتريات، في قعدة حلوة كده، وفي كافيتريات عاملين شغل جميل كده، ونجيلة حاطين نجيلة في الأرض وعاملين زي مراجيح، ويعني تبقي قاعدة مبسوطة في المكان. واحنا بصراحة ما كناش عايزين نروح، بس ابو يوسف بينام بدري فروحنا الساعة 3 بالعافية. يعني احنا كنا عايزين نقعد تاني بس هو قال لا كفاية انا عايزة انام مش قادر يلا وكده، ورحنا مروحين. بس انا كهبة يعني انا كنت عايزة اقعد للصبح لحد ما النهار يطلع كده، واقعد على البحر شوية وقت الشروق ده بيبقى جميل قوي. المهم بما اني بقى النهارده كنت تعبانه وما عملتش غدا ولا اكل ولا اي حاجه، فمحمد قال لي انا هغديكوا بره، عازمكوا بره. فجابنا هنا عند حضرموت. موجود موجود برضو عند شاطئ النخيل، بس هتمشوا شويه كده قبل ما تخشوا الشاطئ. يعني قبل ما تخشي الشاطئ انزلي بالعربيه قدامه على طول، يعني عشان احنا مشينا شويه حلوين لان العيال اجروا عجل وانبسطوا ولعبوا. بعد كده لما جوعنا راح محمد خدنا اتمشينا بقى، طلعنا الشارع تاني بتاع شاطئ النخيل، طلعنا لبره تاني. ورحنا بقى المطعم ده لان بصراحة اكله حلو قوي. معظم بقى المطاعم اللي جوه بتبقى كشري، سندوتشات كبدة، بيتزا، كريب، الحاجات دي. بس انا ماليش في المعجنات بصراحة، يعني ماليش في الكريب والكلام ده كله، ولا البيتزا يعني بحب البيتزا قوي بس عامله دايت، يعني انا عامله دايت مش هينفع اكل سندوتشات.
فباكل يا سلطة يا بروتين، فهاكل ايه هاكل ايه. راح محمد قال لي المطعم ده حلو وتعالي لا اوديكي فيه. هنا كنت بظبط شعر هنا، هي مش عايزة تلبس توكة يعني، واحنا نازلين من البيت لا عايزة تلم شعرها ولا تلبس توكة ولا اي حاجة. طول الوقت تقولي لا سيبيلي شعري نازل كده، هي عايزاه نازل. فكان مبلول بقى ومغسول، لما نزلت كان شكله حلو والكيرلي بتاعه حلو، بس اول ما نشف بدأ ايه يهش ويقف وكده، وبدأت ألمه لها لاني شكله ما مش حلو يعني. وانا ما بعرفش اعمل الشعر الكيرلي يعني، انا عايزه اتعلم اعمل لها الشعر الكيرلي دوت، بيبقى شكله جميل بصراحه، بشوفه على بنات كتير وناس كتير شكله لطيف وحلو قوي. وكمان رحمة بنت خالتي بتعمله برضو جميل، بس ما سألتهاش بتستخدم كريم ايه ولا بتستخدم ايه دي، بيبقى شكله حلو. لكن هنا اما بعمله لها بالميه كده واحط لها سيرم ولا حاجه، بص الاقي شعرها اول ما ينشف يهيش والكيرلي يبوظ يعني. فكنت بحاول اظبطه لها يعني، الم فيه على قد ما اقدر. احنا هنا كنا طلبنا الاكل خلاص وقاعدين مستنيينه. عايزه اقول لكم الاسعار عنده مش رخيصه قوي ومش غاليه قوي يعني، معقوله. احنا طلبنا صينيه كده عائليه حلوه، بس سعرها غالي شويه. تمام. اول حاجه نزلوها لنا السلطات، ونزلوا لنا شوربه لسان عصفور، احنا ما طلبناهاش بس هم قالوا لنا دي من المحل يعني. بس وكده الصينيه نزلت. تعتبر صينيه مشاوي فيها فرخه وربع وحوالي نص كيلو كفته. بصراحه الاكل كان يجنن، الكفته عجبتني قوي وريحه شوي الفحم فيها كانت فظيعه، وكمان الفراخ كانت حلوة، بس انا عجبتني الكفتة اكتر يعني، كانت تحفة. ودي الشوربة اللي هي كادو من المحل نزلوها لنا، وكمان كانوا عاملين مكدوس اللي هي الطماطم مضروبة في الخلاط بفلفل كده، كانت فظيعة كانت فظيعة. كنت اول مرة اكل المكدوس دوت، كنتوا دايما تقولوا لي عليه في التعليقات يا هبه اعمليه جنب الكبسة، بس ايه ما كنتش متجرأة ان انا اجربه يعني. يعني ايه اعمل حاجة مش متسوية على النار، فكنت حاسة انها هتطلع طعمها مش حلو، بس لما قدموها لنا في المطعم طلعت جميلة، اللي هي موجودة في الطبق اللي هو الابيض ده. وهنا بصوا تم اكتساح الصينية بنجاح، الاكل كان جميل قوي بسم الله ما شاء الله، لدرجة ان احنا خلصنا يعني الصينية. بألف هنا وشفا. بيوسف راح يحاسب واللي غسل ايده بقى واللي ظبط هدومه، وانا دخلت ظبطت الطرحه بتاعتي ما كانتش مظبوطه وهناخد بعضنا برضو ونكمل السهره بتاعتنا، نرجع تاني في المكان اللي احنا كنا فيه عند الشاطئ. هنغير بقى المكان ونقعد في كافيتيريا تانية، دي الكافيتيريا دي برتاح فيها. آه حلوة يعني، بس بيبقى فيها مزيكا شغالة طول الوقت بصوت عالي وكده، للناس اللي مبتحبش الدوشة. مش حابين تقعدوا فيها برضو ايه براحتكم، بيبقى فيه اماكن هادية تانية يعني، الشاطئ كله فيه كافيتريات وتختاري المكان اللي انت تحبيه. بس انا بحب المكان ده. في كمان مرجحة كده اللي هي الكنبة دي بتبقى حلوة، معاكي اطفال بيقعدوا يلعبوا فيها قدامك على نفس الترابيزة وكده. احنا قعدنا على الترابيزة دي في الاول، قلنا ايه هنقعد هنا وقلنا لصاحب الكافيتيريا اول ما مكان مرجح هيفضى بلغنا ان احنا نغير الترابيزة، راح قال لنا ماشي. فهنا كده كان الناس اللي قاعدة هنا مشيت، فغيرنا بقى مكان الترابيزة عشان المرجحة والولاد، فقعدنا وقت طويل هنا عشان المرجحة بقى العيال قعدوا انبسطوا وفضلوا يلعبوا كده براحتهم، وانا كمان طبعا كنت قاعدة بتمرجح معاهم وانا هسكت. بس وطلبنا بقى ايه ليمون نعناع، وانا طلبت شاي، وكنت واخده معايا بقى ايه سكر دايت، فدايما بطلب بره لما بكون خارجه بره وعامله دايت، بطلب الحاجه من غير سكر، وبكون واخده معايا في الشنطه سكر دايت واحلي انا براحتي. فكنت طالبه شاي، والعيال طلبوا ليمون بنعناع، ومحمد طلب قهوة عشان يقدر يسهر معانا شوية، لأن هو من الناس اللي بتنام بدري وتقوم بدري. أنا لأ، أنا شخصية ليلية أوي، أنا بحب أسهر أكتر ما أنام بدري. بس كده. وهنا كمان طلبت آيس كريم، فهنا كنت بقول لهم إيه، بقول لها يا هنا أقول لهم يحطوا لايك، فلو نسيتوا تحطوا لايك بقى للفيديو حطوا لايك دلوقتي. بفكركم اهو للناس اللي بتنسى، حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد.
دلوقتي احنا كنا بنصور الوقت ده كان حوالي الساعة 1 بالليل تقريبا. فبرضو بص معاناتي مع شعر هنا برضو هاش، وحاولت ان انا برضو الملها فيه. يعني قلت لها لا خلاص كده يا هنا مش هينفع نسيبه تاني، فنلمه بقى. حاولت الم على قد ما اقدر بالتوكة. فقعدت تقول لي لا سيبيلي شويه نازله هنا، فسبت لها بقى شويه من ورا نازلين عشان ما تزعلش. هي عايزه تسيب شعرها طول الوقت، نفسها تسيب شعرها. بس للاسف يعني ما بعرفش اعمله لها كده، بيبوظ بسرعه. طبعا الفيديو ده متصور قبل الحنه، قبل ما اعمل لها حنه، وقبل ما شعرها لونه يتغير، وقبل الحنه اللي في ايديها وكده، لان زي ما بقول لكم الفيديو ده متصور تقريبا من 10 ايام او اكتر، والله ما فاكرة. فمن وقت يعني طويل، بس انا اتأخرت في المونتاج وكده. قلت انزل لكم فيديوهات العيد واللحمة والحاجات دي، وخلي الفيديو ده بعدين يعني. بس بعد كده عدت بنوتة كده بتعمل حنة في الايدين، فقلت لها، قالت لي عايزة حنة، قلت لها تعالي. كانت بتعمل الرسمة ب35 جنيه، بس معرفش انا حاساها غالية، مش عارفة ليه. المهم عملت كده زي ما انتوا شايفين الرسمة دي، وهي ما شاء الله عليها شاطرة، عملتها بسرعة يعني. بصوا، انا ما اخترتش رسومات، هي قالت لي لو عايزة تختاري اختاري، قلت لها لا اعملي لي على ذوقك، فعملتها لي بالشكل ده كده. كان شكلها جميل ولطيف، وهي باينة عليها متمكنة قوي. بصوا بتحرك القرطاس بسرعة، يعني متمكنة في الرسمة ما شاء الله. فرسمت لي رسمة كده شكلها حلو، وكانت عاجباني جدا. وعملت كمان لهنا، وهتعمل كمان لجنى حنة في ايديها. ويوسف وانس الاتنين برضو قالوا لها انتي بتعملي حنة للولاد، يعني ينفع تكتبي لي الحرف بتاعي على ايدي؟ فهي بقى ايه يعني، حد عايز يشتغل ويسترزق، قالت له اه تعالى اعمل لك، واعمل لك رسمة حلوة وكده. بس بعد ما عملوا انا زعقت لهم بصراحة، وباباهم قال لهم ايه اللي انتوا عاملينه ده، هو انتوا بنات عشان تحطوا حنة؟ ف من وقتها بقى كل شوية يوسف يقول لي هي هتطلع من ايدي امتى، لان هي كانت تيتا كل ما تشوفه، اي حد كل ما يشوفه يقول له يا بتاع التاتو، حد يعمل يلا عامل تاتو على ايدك. فاتعقد هو بصراحة، فقال لي يا ماما انا عايزها بقى تتمسح من ايدي بقى، انا مش عايز. قلت له عشان انا قلت لك من الاول ما تحطش، دي خليها للبنات، ما تحطش انت. بس هو ايه، قال يجرب. دي الرسمة بتاعت هنا، بصوا كانت جميلة ازاي. بس عايزة اقول لكم فضلت محنطاها جنبي، لان كانت كل شوية عايزة تحرك ايديها وتمسح الحنة بقى. هنا كنت بعمل الحرف بتاع محمد، حرف الام. والله شكله حلو مع الخاتم اللي انا لابساه في ايدي، فالشكل الرسمة كانت جميلة قوي، كانت عجباني جدا بصراحة. انا بحب الحاجات الرقيقة كده، ما بحبش الشغل الكتير قوي. ودي كده رسمة هنا، وطول الوقت بقى قاعدة جنبي اقول لها ما تحركيش ايدك، حطي ايدك كده على جنب، ايدك حطيها على الكنبة كده، ما تحركيهاش. كانت عاملة لها حرف الاتش برضو. كانت جميلة الرسمة بتاعتها. ودلوقتي هي بتعمل لجنى، عملت لها رسمة تعبان كده على ايديها، بس انا مش عارفة نسيت اصورها، ولا المقطع اللي صورته راح فين مش عارفة. وانا بعمل مونتاج ما لقيتهوش. هنا بقول لمحمد ايه رأيك، قال لي حلوة. بص قاعد يبص يقول ايه اللي بتعمله ده. شكلها جميل قوي. وهنا بقى انا صراحة يقول لي بابا انا عايزه اعمل يا بابا حنة. بصوا هنا كنت بتصور بقى ايه جنب الحنة، كانت شكلها لطيف والله، كانت عجباني جدا. أنا اتصورت بيها كتير قوي. دلوقتي هي كانت البنوتة بترسم لجان على ايديها، وبعد كده هترسم لأنس. تعالوا بصوا أنس عمل ايه في ايده. هي قالت له هرسم لك رسمة صغيرة، لقيتها رسمت له رسمة كبيرة قوي كده، ونبض القلب وحرف أنس اللي هو حرف الايه ده. بس بابا بقى ايه زعق له، قال له ايه اللي انتوا عاملينه ده، ازاي تعملي في العيال كده؟ قلت له هو قاعد مركز مع التليفون محمد، فمش واخد باله ويوسف وانس عملوا ايه. فين وفين لما قال انس قال لبابا بص يا بابا، راح قال له ايه اللي انت عملته ده، هو انت بنت؟ بس بعد كده ايه خلصنا قعدتنا وروحنا على الساعة 3 بالليل، وروحنا كلنا نمنا يعني. كان يوم جميل قوي وانبسطنا بصراحة فيه. وانا من الناس اللي بحب اخرج قبل العيد، لكن ايام العيد ما بحبش اخرج خالص، في العيد بيبقى الجو زحمة وصعب قوي.
فصعب قوي ان الواحد يخرج بالعيال في العيد، بيبقى الجو صعب، خصوصا لو معاكي اطفال يعني. هنا هنا كانت عماله تزن وعماله تقول لي شيليني شيليني، خلاص يعني جه وقت النوم شكلها هتنام، فقعدت تقول شيليني شيليني. على مين؟ ما شلتهاش وخدتها ايه لحد العربيه ماشي. وبس كده يا جماعه، ده فيديو النهارده، يا رب يكون خفيف عليكم وتكونوا انبسطتوا معانا زي ما احنا انبسطنا، وان شاء الله اشوفكم بكره على خير. باي باي.